انا خدام في واحد سونتر دابيل، وكاين واحد العميل كيعيط ليا كل مره باش يسولني على شي حوايج باقي ما طراوش ليا في حياتي، والمشكل هو انهم كيطراو بصح. ما كنتش كنتخيل بلي غنبقى خدام في سونتر دابيل وانا عندي 28 عام. هاد الخدمه الناس كيديروها غير فاش كيكونوا باقين كيقراو باش يخلصوا الكتوبه اولا القهوه، ولكن انا بقيت هنا دير الكاسك في راسي وكنشوف الارقام ديال قائمه الانتظار في البيسي، وكنحاول ما نفكرش باللي الدبلوم ديال ايكونومي ما دار ليا والو في حياتي وما وصلني حتى بلاصه. هي صراحه ما كانش خدمه معقده، كنجاوب على الاتصالات ديال الناس وكنعاونهم باش يعاودوا يصايبوا المود باس، ولا كنوريهم الخطوات باش يصايبوا شي حاجه، وكنعتذر فاش كيكون المنتج بصح خاسر، وكنسالي هضرتي ديما بجمله واحده: غيوصلك واحد السيبيان قصير باش تقول لنا رايك في هذه المكالمه وحنا غنقدروا الملاحظه ديالك. ولكن الاكثريه ديال الناس كيقطعوا قبل ما نسالي هذه الجمله. كانت خدمتي مزيانه، ماشي واو ولكن مزيانه. عندي نسبه ديال الرضا ديال العملاء 87%، كافي باش نبقى في هذه الخدمه ولكن ماشي كافي باش نترقى. كنت اصلا ما كنبانش في الخدمه حتى حد ما كيلاحظني، وهذا الشيء كان مسلكني ديك الساعه. المكتب كامل كانوا فيه بيروات رماديه وضواو كتطفى وكتشعل وكدير واحد الصوت كيدور في الراس، وتصاور تحفيزيه في الحيوطه علقاتها الاداره حيت كيسحاب ليها باللي غادي تلهمنا، بحال مثلا كل مكالمه هي فرصه. هادشي بحال هكا. وداير بيا 20 واحد كيدويو مع 20 عميل. كنت كنخدم في الشيفت ديال الليل من 3 ل 11. كان هادشي مزيان حيت ما كنفيقش بكري، ولكن في نفس الوقت ما بقيتش كنقدر نشوف صحابي بحال انا عندي صحاب اصلا. الاغلبيه اللي كنت كنعرف من ورا لافاك مشاو ولقاو خدمات مزيانين او لا تزوجوا. ولكن كان معايا شريك في السكن سميتو ديريك. ما كناش شي صحاب ولكن كنا كنتقاسموا الخلاص ديال الفواتير وما كنخليوش الماعن مسخين حتى النهار اللي من بعد، وكنتفرجوا في الكره مره. دازت عامين دابا على اخر مره كنت فيها في علاقه. كاع المحاولات اللي من وراها فشلات. كنسول راسي ديما واش كاين شي مشكل في شخصيتي اللي كيشوفوا كل شيء الا انا. قلت لكم هادشي كامل باش نشرح لكم باللي فاش بدات هذوك المكالمات الغراب ما كنتش في حاله نفسيه مزيانه. كنت وحيد خدام في خدمه ما عجبانيش وكندوز 40 ساعه في السيمانه تحت دوك الضواو وكنعاون الناس باش يحلوا مشاكلهم. جات المكالمه الاولى نهار 3 شهر 10. كنت يلاه ساليت مع واحد المراه كبيره في العمر، كانت باغا تحل شي مشكل في الجيميل ديالها، وفي الاخر كانت غير كتغلط في المود باس لمده 3 ايام. بقات كتشكر فيا بزاف وعرفت باللي التقييم ديالي غيرتفع، غير انتصار صغير وصافي. دخلت وراها مكالمه اخرى، قلت ليه شكرا حيت عيطتي، معاك ارون، واش نقدر ناخذ الرقم ديال الحساب ديالك؟ ولكن هو ما جاوبنيش، ماشي كان ساكت ولكن كنت كنسمع النفس ديالو. عاودت قلت ليه سلام، معاك ارون، واش كتسمعني؟ جاوبني بواحد النبره ما فيهاش مشاعر. انا كنسمعك. قلت ليه مزيان، كيفاش نقدر نعاونك؟ قال لي انا عيطت على قبل السيبيان ديال الرضا. ما فهمتوش اش كيقول. شفت في البيسي ما عندوش حساب هنا وما عمرو عيط. قلت ليه واش عندك شي مشكل في شي مكالمه درتيها قبل؟ اذا كانت عندك شي شكوى نقدر نحولك للقسم ديال الاستبيانات. عندك الساعه بغيت غير نتفك منه. قال لي لا، انا كنعيط على ود استبيان خاص بالتفاعل اللي كنديرو انا وياك دابا. ما بقيت فهمت والو، صافي بغيت غير نقطع وقلت ليه غيوصلك استبيان فاش غنساليو المكالمه. جاوبني وقال لي من 1 ل 10 شحال كتعطي على تجربتك مع الكسيده تاع الطوموبيل على الطريق 47. قلت ليه شنو؟ جاوبني بكسيده على الطريق 47 اللي غتوقع في 19 شهر 10 مع 6 و23 دقيقه ديال العشيه تقريبا. شحال تعطي من 1 ل 10؟ قلت ليه عيطتي الرقم غلط وقيله. قاطعني وقال لي واش الطبات عاملوا معك مزيان؟ واش هذاك المسند المنفوخ كان مريح ليك؟ قطعت عليه وكانوا ايدي كيترعدوا، ما فهمتش اش كيخربق. المكالمه الثانيه جات ورا 4 ايام صباح ديال السبت. ما كنتش خدام، كنت كندور في واحد الحانوت حتى صونا لي التليفون، الرقم مجهول. فاش جاوبت كان نفس الصوت ونفس النبره. قال لي الو ارون، هذا استبيان ديال الرضا بخصوص تجربتك الاخرى، واش عندك شي دقيقه؟ قلت ليه منين جيتي نمرتي؟ قال لي من 1 ل 10 شحال تعطي لتجربتك في مقابله عمل 2 شهر 11. قلت لي اين مقابله؟ قال لي مقابله مع ميرشانت، غرفه الاجتماعات بي، الساعه 2:30 ديال العشيه. انا ما دفعت لحتى شركه بهذه السميه. قلت ليه ما تبقاش تعيط ليا. قطعت وبلوكيتو. في هذيك العشيه قلبت على هذيك الشركه، ما كانتش لايحه باللي باغا شي خدامه. ولكن نهار 19 شهر 10 كنت في الكوزينه فاش وصلت واحد نوتيفيكاسيون من الموقع ديال اخبار المدينه: حادث تصادم لبزاف ديال الطوموبيلات كيس الطريق 47 وجوج ديال الناس تصابوا. كان الوقت 6 و23 دقيقه، واللي كان عيط ليا قال لي نفس هذا الوقت. قلت غيكون غير شي صدفه. في نهار اخر لقيت رساله تحت الباب فيها استبيان على مقابله عمل
ما كانش فيه الموعد امتى. انا ما دفعت لحتى شركه، شكون دفع في بلاصتي؟ تخلعت، صيفط ليهم ايميل وفي البلاصه جاوبوني بالموعد ديال المقابله نهار 2 شهر 11 مع 2:30 في الغرفه ديال الاجتماعات بي. مشيت ليها ودازت مزيان صراحه. نهار 8 عطاوني خدمه صالير تاع 52,000 دولار. دازت ليام ووصل عيد الشكر ومشيت ندوزو في دار اختي، وكانت العائله كامله مجموعه. كان الجو غادي مزيان حتى وصل الوقت تاع الحلوى. ناض بابا وقال بغيت نقول لكم شي حاجه، غنرفع دعوه ديال الطلاق. كلشي ترون في ديك اللحظه. اختي كتبكي، ماما سخفات، سالا واحد الزواج عنده 35 عام. في لحظه خرجت للجرده ديال الدار نتنفس شويه ديال الهواء وهو يصوني التليفون. شحال تعطي من 1 ل10 على هاد الجلسه العائليه؟ وشحال نسبه الصدمه ديالك من الاعتراف ديال باباك؟ غوت عليه وقلت ليه شنو بغيتي مني؟ راه غنمشي للبوليس. قال لي البوليس ما غيدير لك والو ارون، انا كنعيط ليك باش نقول لك بلي نهار 17 شهر 12 مع 11:52 ديال العشيه غتعيط لك ماماك باش تقول لك بلي باباك جاتو سكته قلبيه وغتوصل انت للسبيطار حتى الغد ليه مع 12:34 دقيقه تاع الصباح، ولكن غيكون باباك صافي مات. انا طحت على ركابيه في ديك الساعه. لا ما يمكنش. هو يقول لي وانا غنعيط لك هذاك النهار باش نقول لك شحال تعطي من 1 ل10 على العنايه الطبيه اللي عطاوها لباباك. واش كتظن باللي الطبه داروا كاع اللي في جهدهم؟ قلت لي علاش كدير معايا هادشي؟ قال لي حيت جاوبتي. اغلبيه ديال الناس كيقطعوا من المكالمه الاولى، ولكن انت جاوبتي ودابا ما نقدرش ما نبقاش نعيط لك. غنعرف كاع اللي غيطرى لك، انت غتموت واشنو غتكون لابس هذاك النهار. من هذاك النهار وانا حياتي جحيم. حاولت نبدل نمرتي، نبلوكي، نمشي لعند طبيب نفساني، ولكن التليفون كيبقى يصوني. بعد المرات كيبقى يصوني ل 16 ساعه متابعه حتى كنجاوب. ولكن اللي كفس هو بديت كنعول عليه. فاش كتقرب شي حاجه خايبه على الاقل كنكون عارفها وكنستعد ليها. بالمناسبه بابا باقي بخير لهاد الساعه. حاولت ندوي معاه على صحته ولكن كيقول لي غير كتزيد فيه. 17 شهر 12 قالت ليها غير 3 سيمانات. ما عرفتش اش خاصني ندير فاش غيصوني ليا التليفون على 11:52. ما عرفتش واش خاصني نحضر بابا ولا ندوز معاه هاد الوقت اللي بقى ليه. واللي كفس وليت كنقلب التليفون كل مره وكنتسنى ابيل منه باش نعرف شنو غادي يطرى وشنو اللي جاي. التليفون كيصوني، رقم مجهول. عارف شنو غيقول لي؟ قول ما نجاوب. شحال من 1 ل10 نسبه الرضا ديالك على التغيير اللي طرا في حياتك؟ غنجاوب انا كندير هادشي ديما. حنا البشر كنحتاجو ديما للمعرفه. خوت هنا كتكون سالات القصه ديالنا. قولوا لي كيفاش جاتكم في الكومونتيرات. يلا نتلاقاو في قصه اخرى ان شاء الله. تشاو. ديروا ابينو.